السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا الاسبونج كيك ده بمحسن الجل. سهل جدا وبسيط وب3 بيضات بس. في تريكات جديدة طبعا أنا هقولها، فتابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله هتستفيدي. الاسبونج دوت بمحسن الكيك الجل. انا كنت منزله قبل كده كذا فيديو للكيكات اللي هي بالمحسن. انا معايا كده في العجان 3 بيضات بتكون متوسطه الحجم. انت لو استخدمت البيض الكبير برضو مفيش ادنى مشكله، هيكون ارتفاع اعلى وعلى نفس المقادير. برضو ال3 بيضات دولت يكونوا ساقعين جدا جدا، وهننزل عليهم بنص كوباية من السكر. انا لقيت كده الحبيبات بتاعته خشنة شوية، فضربته كده ضربتين في الكبة. يعني هو مش مخلياه ناعم قوي ولا خشن برضو. كل ده المكونات كلها على بعضيها. انا معايا معلقة صغيرة كده من الفانيليا السايلة، معلقة صغيرة من اسانس جوز الهند. ممكن تستخدمي اي اسانس تاني، يعني ممكن تستخدمي اسانس البرتقال. معلقة صغيرة من الخل، ومعلقة كبيرة كده محترمة كده من المحسن الجل، ويكون ساقع برضو. ومعايا ربع كوباية من المية المتلجة وتكون ساقعة برضو. كل المكونات ديت على بعضيها كده، وفي الاخر خالص بننزل بكوباية من الدقيق. بتكون مكبوسة مش هرمية، بس تكون مكبوسة كده، يعني مليانة بالكوباية اللي هي المعيارية اللي هي مكتوب عليها 250 ملي. كل ده هنضربه كده على أعلى سرعة في العجان، على سرعة كده لغاية ما يعلى معايا الخليط خالص ويرتفع ويبقى كده كريمي ولونه أبيض ويفتح. تمام. انا هجيب كده الجوانب من حروف كده العجان، بحيث ان كل المكونات تخش مع بعضيها، ما يبقاش في حاجة كده مش متقلبة معايا، كل الخليط كده متجانس. انا استخدمت طبعا دقيق عادي جدا جدا من السوبر ماركت، يعني اللي هو بيكون السايب بالكيلو، وممكن تستخدمي اللي هو لجميع الاغراض اللي هو مغلف عادي. يعني لو استخدمتي ده او دوت ان شاء الله النتيجة معاكي واحدة، وهتكون الوصفة ناجحة من اول استخدام. انا حطيت معلقة مية ورجعت حطيت معلقة مية كمان، يعني انا حطيت بالظبط ربع كوباية مية ساقعة متلجة جدا، وحطيت معلقتين مية. انا مش عايزة اكتر المية، لان كتر المية هو اللي بيخلي الكيكة تبرول معانا كده، وتحس ان هي طرية زيادة عن اللزوم. يعني انا تابعت قنوات كده بيستخدموا فيها المية بكترة، يعني كوباية ونص وكوباية مية، وكمان بيستخدموا فيها نشا وبيكنج باودر. انا بحس ان لو بيستخدموا الحاجات دي بيخلوا الكيكه بتشقق كده من فوق، وكمان بتبرول جامد قوي معانا يعني. فالمقادير ديت اصلا في الاصل مقاديري، وانا منصصاها، وبس التركه اللي احنا استخدمناها ان كل المواد هتبقى ساقعه، لان انا بصراحه استخدمت كتير قوي الطريقه بتاعتي ديت، وكانت البيض بدرجه حراره الغرفه والميه وكل حاجه، ولكن مش عارفه ايه الدروب او ايه الظاهره الغريبه اللي حصلت خلت الكيك بيفشل معايا. يعني في فتره كده بدأ الكيك يفشل معايا، لغايه ما اكتشفت ان المفروض ان استخدم كل المواد ساقعه وتكون متلجه. انا طبعا حطيتها في قالب مقاس 18، ممكن تحطي طبعا في قالب مقاس 20 هيديكي برضو ارتفاع كويس. انا طلعتها من الفرن بيكون على درجة حرارة 180، وفي الرف اللي في النص لمدة ساعة. تمام. انا طلعتها على طول بصراحة، وهقطعها معاكم لان الموبايل بتاعي كان هيفصل شحن، فاضطريت ان انا اصور على طول وقطعتها معاكم بسرعة. حتى البخار هيكون طالع منها دلوقتي. ارتفاعها ما شاء الله كويس جدا، وقطعتها لأربع رقات. انت ممكن لو هتقطعيها لأكتر من كده ممكن تخلي السمك يعني بسيط شوية عن كده. اسفنجية وهشة جدا من جوه اهي، هي باينة جدا.
المقادير ديت انا كنت بضرب الاول البيض وبضرب السكر مع بعضيه الاول لغايه ما يعلى، وبعدين بنزل بالدقيق مع الميه بالتبادل. عادي ممكن تعملي كده برضو مفيش ادنى مشكله، ولكن الخطوه الوحيده بس والتركه اللي انت تعمليها ان انت تستخدمي كل حاجه ساقعه، وان شاء الله تنجح معاكي الكيكه من اول مره. جربوا الوصفه ديت ناجحه معاكي. قوليلي في التعليقات لو في اي استفسار وانا هرد عليكي على طول. ان شاء الله لو نجحت معاكي. اي استفسار قوليلي. لو عجبتكم بقى الفيديو وعجبتك الكيكة ما تنسونيش بقى في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.